والقصة هذه حصلت عام 2013 ميلادي. تقول أم نواف: أنا وزوجي وعيالي نعيش في حارة من حواري جدة، من الحواري المتواضعة القديمة. في ليلة من الليالي في عام 2013 كنا راجعين للبيت، الظاهر أنهم كانوا زايرين أقارب لهم أو كانت إجازة نهاية الأسبوع، فهم رايحين مشوار بعيد شوي. رجعوا على الساعة تقريبا 4 الفجر، يعني قبل أذان الفجر بتقريبا ساعة إلا ربع كذا. لما وصلوا، تعرفون فجر وحارة فيه هدوء في الحارة. تقول فلما وصلنا عند عمارتنا اللي احنا ساكنين فيها، شقتنا فيها، ووقف زوجي بننزل. تقول كنت أنا وزوجي ومعي 2 من أبنائي. تقول سمعنا صراخ في هذا الهدوء في الليل، سمعنا صراخ مرعب، صراخ يعني يخليك تنتفض، يخليك شعر راسك يوقف. الشخص اللي قاعد يصرخ هذا الشخص يتعرض لأعلى وأصعب أنواع الخطر. تقول أنا عمري في حياتي ما سمعت صراخ بهذا الشكل. تقول فنزلنا من السيارة مفزوعين، إيش الموضوع؟ صوت فتاة تصرخ. تقول الناظر من بعيد في الحارة، وإذا بنت منقبة وعليها عباية جت عند رجل هندي يمشي في الحارة، فتقول له بصوت مرتفع: أنقذني، ساعدني، ساعدني، أنقذني. هذا تركها ومشى. ثم التفتت على واحد ثاني: ساعدني، أنقذني، أنقذني. فهذا هرب أيضا. فتقول الأخت أم نواف: أنا وزوجي أبو نواف واقفين وعيالنا واقفين وحنا مفجوعين من هذا الصراخ. تقول لما لمحتنا البنت من بعيد جاءت تجري 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 تجري، يكاد ينقطع نفسها من الجري. فلما وصلت إلى أبو نواف مسكت رجله وقالت: يا أخوي ساعدني، يا أخوي ينقذني. والله تقول أم نواف والله وكأنه سيتوقف قلبها من شدة صراخها وبكائها وفجيعتها. أم نواف تقول حنا فطرنا على نجدة الملهوف. ما راح أدخل في حسابات، أنا عندي إنسانة ملهوفة صغيرة عمرها 17 سنة لابد أنقذها. أنا خفت أنه أبو نواف يتخلى عنها. قلت أبو نواف لا تتركها. قال لا والله ما أتركها. فقلت لها يا بنتي يا بنتي ما راح نتركك، ما راح نتركك. البنت ما تقدر تتكلم من الصياح والشهاق، أنتم مستوعبين؟ والدموع. فجأة وهم على هذه الحالة تقول أم نواف أخذتها ورحت ركبتها السيارة وركبت أبنائي السيارة وجلست أحاول أهديها في السيارة شوي، وإذا بمجموعة شباب جايين من بعيد، 8 أو 10 شباب. 2 منهم معاهم هراوات، عصا، العصا الغليظة هذه احنا نسميها عندنا في السعودية عجرة وبعضهم يسمونها هراوة. فجوا عند زوجي: أنا متوكلة على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يخذلنا الله سبحانه وتعالى لأن قصدنا خير، بغض النظر عن تفاصيل الآن. زوجي نفس الكلام كرره لي: متوكل على الله وراح أتخلى عنها. فجو الشباب بدأ يكلمهم زوجي: أنا فاتح النافذة واسمع، وكذلك النافذة اللي عند البنت. فقال لهم: نعم. قالوا البنت هذه بنتنا عطني إياها. فصرخت البنت بصوت مفجع، قالت: كذابين كذابين، ما أعرفهم ما أعرفهم. فقلت لها: إيش الموضوع؟ قالت: هذول عصابة خاطفيني. يلا تتنفس البنت. تقول أم نواف: أنا أقرأ عن العصابات، قد شفت يعني أفلام وثائقية عن العصابات، قد شفت مقاطع عن العصابات، بس أشوف بعيني ما شفت، الآن أول مرة. تقول زوجي بدأ يكلمهم: يا جماعة اتقوا الله، هذه اعتبروها مثل أختكم، لو أختكم كذا تعملون معها كذا. فبدأ يتفاهم معهم، بدأ يتفاهم معهم ويهديهم. أنا كنت خايفة وأدعي الله إنه هذول الشباب اللي معهم الهراوات والعصا ما يضربون أبو نواف، لكن استطاع امتصاصهم
وهداهم وقال لهم خلاص أنا بستر على الموضوع بس أنتوا امشوا. وفعلا بعد حوار طويل معهم راحوا. فجاء أبو نواف ركب السيارة ومشينا بالسيارة، والبنت لا زالت تبكي 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 وتأخذ نفسها بصعوبة. والله إن حتى نبضات قلبها ممكن تنسمع من قوة ما البنت خايفة. خفت عليها أنا أن يتوقف قلبها مع هذا الرعب الشديد. انطلقنا، حاولنا نهديها، وقفنا، اشترينا لها ماء، ثم قلنا لها أعطينا رقم أحد نتصل عليه من أهلك. كان الكلام هذا الساعة 4:15، 4:30. اتصلنا على أخوها وقلنا له عن الحالة، وأن وجدناها في المكان الفلاني، وأنها كأنها كانت مختطفة. وانفجع طبعا أخوها وقال وين أجيكم؟ قلنا لا، إحنا بنجيبها لك، بنجيبها لكم البيت. فوصف لنا بيتهم في الحارة. إحنا نعرف الحارة هذه اللي وصفوا لنا إياها، يعني بعيدة شوي عننا. وفعلا هدينا البنت، ثم سألتها وقلت لها إيش الموضوع؟ قالت أنا طلعت الساعة 1 من بيتنا رايحة أشتري خبز من البقالة. هم طبعا في أهل الحجاز يسمونه عيش، وأخواننا في مصر يسمونه عيش. فرايحة أشتري خبز، وأنا في الطريق رايحة وقفت هذه السيارة وركبوني معاهم بالغصب، أخذوني ثم ودوني عند سكنهم. فلما نزلنا من السيارة هربت منهم من الساعة 1 إلى الساعة 4 وهم يطاردوني، وأحاول أن أحد يساعدني، ما أحد ساعدني إلا الله سبحانه وتعالى، ثم أنتم الله يجزاكم عني خير. تقول أم نواف أخذناها لحارتهم، وحنا نمشي وصلنا عند بيتهم فإذا والدها واقف ومرتبك ومستغرب. ثم حضرنا إليه وطمناه وكلمناه عن مواصفة، كلم أبو نواف عن أوصاف الشباب اللي كانوا خاطفينها، وسلمناها لأبوها. أخذها أبوها ومشى. ممكن بعضكم يتساءل يقول أبو نواف ليش ما كلم الشرطة؟ لسبب، إنه هو الآن مركز على موضوع تخليص البنت من هؤلاء الشباب. أما موضوع الشرطة فهذا يكون عند أهلها بعد ما ترتاح البنت حتى تروح وتعطي بياناتها بهدوء. الوصية يا جماعة الخير، أيهم أغلى، أن تخرج ذهبك ومجوهراتك وفلوسك الساعة 1 بالليل وتحطها عند باب البيت فيسرقها لص، أو تخرج بنتك تروح تجيب من البقالة خبز الساعة 1 بالليل؟ يا جماعة الخير البنات عرض، يا جماعة الخير الرجال الشرفاء لا يخرجون بناتهم بالليل. احنا ما نتكلم عن الاضطرار والضرورة اللي تحصل في حالات نادرة في الحياة، احنا نتكلم عن خبز يشترى من البقالة تخرج له بنت. هذه يا جماعة الخير لابد أن ننظر إليها. أيضا البنات اللواتي يخرجن في الأماكن العامة أو في الكافيهات أو في محلات الشاي أو في المطاعم وتستمر في ذلك المكان إلى آخر الليل، أين الآباء وأين الأمهات عن هذا؟ تذكروا يا جماعة الخير، ألا كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ثم يكرر عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.